من أفتى بكفر معاوية يقدم على المدح. من أفتى بكفر معاوية ثقات ومشايخ وأئمة، وهم من أصحاب المذهب، من نفس المذهب، من نفس العقيدة، من أهل السنة، من السلفية، من خط الصحابة، من الأمة المخالفة لوصية النبي بالكتاب والعترة، من أمة الضلالة، جميع من أمة الضلالة. معاوية ومن كفر معاوية ومن أفتى بكفر معاوية، الجميع من نفس العقيدة. فلا يعقل أن تصدر الفتوى من الأئمة والمشايخ من الهوى، وإنما وجدوا الأدلة، وجدوا الآيات، وجدوا الروايات، وجدوا المواقف، وجدوا الأقوال، وجدوا الإجرام الذي صدر من معاوية، وجدوا التحريف والتزييف في الدين والعقيدة على يد معاوية والدولة الأموية، فشهدوا على هذا الأساس، صدرت الفتوى على هذا الأساس، استنبطوا هذه الفتوى من أدلة يقينية واقعية على أساسها أصدروا الفتوى. وإذا يوجد الغير كدلويه أو غيره فهم لم يجدوا الأدلة، هم ليس لهم القدرة على الاستنباط، هم قد خالفوا بالاستنباط. هذه ليست مشكلتنا، ليست مشكلة من أفتى بكفر معاوية، هذا عنده أدلة واستنبط، وذاك ليس عنده دليل، أو عقله قاصر عن الاستنباط، أو عنده دافع، والدوافع واضحة، لأنه تكفير معاوية وإسقاط إمامة معاوية يعني تنهدم أركان الدين والعقيدة السلفية والسنية. فيوجد الغير كدلويه ليس عنده دليل، فهم لم يجدوا الأدلة وليس لهم القدرة على الاستنباط، وقد خالفوا بالاستنباط. فدلويه ليس عنده دليل، أو عقله قاصر عن الاستنباط، أو عنده دافع، والدوافع واضحة، لأن تكفير معاوية وإسقاط إمامة معاوية وذهاب معاوية إلى النار والجحيم يعني الفضائح والمخازي على عقيدة السلفية والسنة تكون واضحة للجميع، فتنهدم أركان الدين والعقيدة السلفية والسنية.